هل في شركه ما بتعملش ترمينيشن؟ يعني كلكم دلوقتي قلتوا ان في ممكن نقص في البرفورمانس او في الكي بي ايز بتاعت حد او نقص في التارجت اللي المفروض يجيبه، فبنضطر ان احنا نمشيه. مش ده بيسبب فجوه؟ يبقى الفجوه اتسببت بسبب ايه؟ ترمينيشن حصل. هل في شركه بقى ما بتعملش ترمينيشن؟ اكيد لا طبعا، صح؟ دي حاجه من الحاجات. اول حاجه هتلاقوها ان هي حاجه ريجاردنج او ليها علاقه بالنيو ستراكشر، صح؟ حد يلينك كده ما بين الاستراكشر وما بين المان باور لو قعد يركز شويه، عباره عن ان هو لو الشركه عايزه تعمل نيو ستراكشر او تزود الاستراكشر بتاعها، فبالتالي التغيرات الكتير في الاستراكشر دي او في الاورجنايزيشن شارت بتاعتنا ممكن من غير ما ناخد بالنا تعمل لنا فجوه. تاني حاجه الريبليسمنت، ان انا ابدل اماكن بشكل مستمر وكتير، وده طبعا لا غنى برده، ما هو اي شركه هتضطر في وقت من الاوقات ان هي تعمل ايه؟ ريبليسمنت. فان انا اعمل ريبليسمنت او ابدل اماكن بشكل مستمر، دي حاجه من الحاجات اللي ممكن برده من غير ما اخد بالي ان من كتر التبديل وتنقيل للشخص ده من هنا لهنا لهنا ده يعمل لي ايه برده؟ فجوه. ثالث حاجه، لو انا هعمل مثلا يعني او عندي ناس على المعاشات خلاص هتطلع على المعاش، هل انا بتفاجئ قبلها بيوم ولا ببقى عارفه قبلها بفتره؟ فالمفروض ان انا لما ابقى عارفه قبلها بفتره ابقى عامله البلان بتاعتي مظبوط علشان اشوف مين اللي هيطلع على المعاش الفتره الجايه، عددهم قد ايه، البوزيشنز بتاعتهم ايه، علشان اشوف مين اللي هيبقى مكانهم او مين اللي هيكفر الاماكن دي. فاذا الريتريتمنت او المعاشات من الحاجات اللي بتسبب لي فجوات برضو.